يا دكتور انا منطقه البطن بتاعتي او منطقه الكرش ما بتنزلش، مع اني انا ماشي نظام غذائي، متهيألي طبعا ان انا ماشي نظام غذائي وبعمل رياضه وبنزل بال5 وال6 كيلو على الميزان، وبرده مش بلاقي فرق مرضي ملحوظ على منطقه البطن بتاعتي. خليني اقول لك شويه عوامل مهمه جدا جدا وفي فخ ناس كتير جدا بتقع فيه، اللي هو لو انا مثلا ماشي نظام السعرات، فانا مثلا ليا 1500 سعره، ففي ناس بتختار تقول لك انا هاخد النهارده ال 1500 سعره بتوعي مثلا في البيتزايه، او هروح اكل حاجه من الفرن، او مثلا هبتدي اخد فاست فود، او هاخد عصاير، او هاخد معلبات. المهم ان هو اختار نوعيه اكل، ما اختارش جوده اكل. وهنا مهم جدا جدا ان انت تختار جوده الاكل مش الاكل نفسه. يعني جوده الاكل مهمه جدا لمنطقه البطن لو عايز فرق ملحوظ، وبناء عليه لما تختار جوده اكل كويسه هتلاقي القولون بتاعك مرتاح والهضم بتاعك هيشتغل باريحيه، فهتلاقي فرق ملحوظ كويس جدا جدا في منطقه البطن بتاعك. طبعا لازم تتجنب القلق والتوتر والاسترس طول الوقت، لانه من اهم العوامل اللي بتاثر على منطقه البطن. طبعا لازم تمشي مش اقل من 30 دقيقه 3 مرات اسبوعيا، وتحافظ على شرب الميه بتاعتك، هتلاقي فرق ملحوظ كويس جدا جدا في منطقه البطن بتاعتك. طبعا يا دكتور عايز حل جذري وسريع، طبعا حقن الميزوثيرابي. حقن الميزوثيرابي لنحت القوام حل امن وسريع جدا جدا مع النظام الغذائي. حط تحتيها 30000 خط، ما قلتش الميزوثيرابي لوحدها، مع النظام الغذائي عشان تحس بفرق ملحوظ، وطبعا تعمل فرق كبير جدا في منطقه البطن. يبقى احنا لو عايزين فرق ملحوظ نرجع للعوامل اللي انا قلتها مع حقن الميزوثيرابي، هتلاقي فرق وفرق من اول سيشن. دمتم بالف خير ودمتم اصحاء.